السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده الفيديو لكل عشاق الكيك. انسي ان الكيك يفشل معاكي او يهبط منك. هنعمل النهارده كيك هش وسفنجي وينجح معاكي من اول مره. ما شاء الله، شايفين الجمال، طراوه الكيك ونعومته. تابعوا معايا الفيديو للاخر. بس لو اول مره بتشوفوا القناه ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتدعوا لامي بالرحمه والمغفره. يلا بينا نشوف الطريقه مع بعض. اول حاجه عندي 4 بيضات بدرجه حراره المطبخ، ولازم تكون بدرجة حرارة المطبخ، ودي برضو خطوة مهمة جدا علشان الكيك ينجح معاكي. يعني مينفعش تكون في التلاجة ونستخدمها على طول. نزلت عليهم كده بمعلقة من الفانيليا السايلة او البودر زي المتوفر عندكم، زي ما تحبوا. انا النهاردة هستخدم المضرب الكهرباء، بيدي نتيجة حلوة قوي. تقدري تستخدمي الخلاط او المضرب اليدوي، ولكن خطوة مهمة جدا انك لازم يوصل معاكي للقوام اللي هتشوفيه دلوقتي، واللون بتاعها يفتحها خالص. بتفرق جدا في قوام الكيك ونعومة الكيك، وهيديكي كيك يعني بصوا رهيب. ما شاء الله، شايفين اللون افتح ازاي ودخله كمية هواء. النتيجة ديت يعني اللي انتوا شايفينه ده هيدي نتيجة حلوة قوي. بعد كده عندي 1.5 كوب من السكر، وبرضو ناس بتشتكي الكيك بيطلع غامق معاهم، ده بيكون لنوع السكر، بيكون لونه غامق. انا استخدمت لون فاتح كده زي ما انتوا شايفين، سكر ابيض، هيديني نتيجة حلوة. هضرب بقى السكر مع البيض كويس لحد ما السكر يدوب ويختفي خالص. تمام كده. طبعا قبل ما ابدا في اي خطوه شغلت الفرن على درجه حراره 180، ودي برضو سر من اثار نجاح الكيك. الناس بتمشي بتطبق كل الخطوات، وخطوه التسويه ديت او الفرن بتفرق معانا جدا. وصلت معايا للقوام اللي انتوا شايفينه ده، مبقاش فيه سكر خالص. بعد كده عندي نص كوبايه من الزيت، ويفضل برضو يكون نوع زيت كويس، ما يكونش له ريحه، علشان برضو ده هيأثر على ريحة الكيك. نزلت بمعلقة صغيرة من الخل، بتضيع زفارة البيض، وبرضو بتخلي الكيك بتاعنا يكون هش كده ومش مكتوم، وبرضو بتخلي الكيك يكون لونه ابيض من جوه. هضرب بقى كويس جدا، وطبعا نراعي ان احنا بنضرب في نفس الاتجاه علشان ما نخرجش كمية الهواء اللي دخلناه. كل خطوة كده بتاخد لها نص دقيقة، ولكن بتفرق معاك جدا في نجاح الكيك. تمام. بعد كده هنبتدي نضيف المواد الجافة. عندي 2.5 كوب من الدقيق، هنزل بيهم بالتدريج علشان لسه احنا ما ضفناش الحليب، فبالتالي قوام الكيك هيبقى تقيل، فهننزل بالتدريج علشان ما يبقاش تقيل على المضرب. تمام. بعد كده هنزل بكمية الدقيق. طبعا المكونات والمقادير هسيبها لكم في صندوق الوصف علشان لو انتوا حابين تحفظوها عندكم. نزلت بقية كمية الدقيق، وطبعا الدقيق ده انا نخلته مرة واتنين، وبيدي نتيجة حلوة قوي لما تنخليه، بتدخلي له كمية هواء كويس. النهارده هضيف نص كوبايه من النشا، وجربوها على ضمانتي، هيبقى معاكم كيك تحفه. هتحس ان انتوا بتاكلوا كيك كده بتاع التورت والجاتو. نزلت بمعلقه كبيره من البيكنج باودر او الكيك شيف، ورشه من الملح. النشا بيدي نعومه رهيبه للكيك. طبعا المضرب هيبتدي يتقل معايا، هبتدي استخدم الاسباتولا، وطبعا هقلب في نفس الاتجاه علشان ما خرجش كميه الهواء اللي دخلتها للكيك. بعد كده اخر حاجه هنضيفها هي الحليب. عندي كوبايه من الحليب المغلي، انا حطيتها على النار بتغلي، وهضيف ليها 5 معالق من الزبده. الزبده طبعا هتسيح بدرجه حراره اللبن، وهنزل بيها على الخليط اللي قدامي ده، واقلب بسرعه جدا، وما تقلقوش خالص من الخطوه دي. البيض مش هيستوي ولا هيجراله اي حاجه. الزبده بتدي نعومه للكيك برضو، وريحه كده بتديله يعني قوام تاني خالص غير اي نوع كيك هتعملوه. يعني كيك الزبدة معروف انه كيك غني كده وليه طعم مختلف خالص. هضرب بالمضرب كده لحد ما توصل معايا للقوام ده، وهنبتدي بقى اجيب صينية وبطنها بالزبدة. انا جبت الصينية الوسط في طقم الصواني، وبطنتها بالزبدة وبالدقيق، وما ببطنش الجوانب، يعني هي الارضية بس علشان الكيك ما يفصلش مني ويطلع الجوانب تهبط مني. لا، انا عايزة الكيك كله يطلع بنفس الارتفاع.
هخبطها خبطتين كده وادخلها علشان تطلع فراغات الهواء وتطلع متساويه. ودخلتها الفرن على درجه حراره 180، اخدت معايا 40 دقيقه، ومن غير ما افتح الشوايه طلعت معايا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، ما شاء الله. اللهم بارك، كيك هش وناعم جدا. اتمنى الفيديو يعجبكم، وعرفتكم كده كل اسرار نجاح الكيك، وهسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. وبكده خلص الفيديو بتاعنا النهارده، واقول لكم مع السلامه.